أنا لست مجرد طاهية، وإنما في عندي رسالة. هن عملوا مساواة بأماكن لا يجب فيها المساواة. نحن نطالب بالعدالة وليست المساواة. لاحظت إنه أغلب الأمثلة اللي أنت بتعطيها هي لها علاقة بالسياسة. لأنك أنت شو دارسة؟ أنت بتأمني بفكرة إنه المرأة عدوة المرأة؟ شو بدك تحكي له؟ أوف لا، أبدا ما بجاوب على هذا، ما بقدر. كيفك ملكة؟ الحمد لله. أنا كتير مبسوط أنا كمان. إنه عم نصور سوا، إننا تقريبا شي 2-3 عم نحاول نظبط الحلقة ايه وما زبطت بسبب بس عادي، هذا بدفتر مواعيد عادي 100%. بيصير. المهم الحلقة هي أنا كتير مرتاح فيها، كتير مبسوط فيها، لأنه أنا قاعد مع حدا متحدث جدا الله يسلمك. بيعرف يعبر كتير. الحمد لله. فحلقة اليوم حتكون مع ملكة. قبل ما نبلش بالحلقة لا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا تعليقات كتير وتشوفوا حساب ملكة. إن شاء الله. جاهزة ملكة؟ المهم أول سؤال دائما بحب أسأله يلي هو مين أنت ملكة؟ يعني ملكة جزماتي خلاص. شو ضروري يكون في قبل منا شيء وبعد منا شيء؟ بجوز بعد منا. يعني أنا بحس إني أنا متجردة من أي وصف قبل مني. أنا سيدة عربية سورية ومحجبة. بحس كل واحدة من بيناتهم في إلها بتطلب مني شيء إني أنا أشتغل فيه. يعني لما بقول إني أنا سيدة معناتها علي واجبات إني أنا أعملها للسيدات يلي مثلي. لما بقول إني أنا عربية بحس في عندي رسالة لازم أعملها بأي مجتمع أنا بكون موجودة فيه. ولما بقول إني أنا سورية كمان بحس كشخص جاي من بلاد فيها حروب، في عندي جزء كتير كبير لازم أعمله. ولما بكون محجبة فكمان في رسائل تانية لازم توصل من حجابي وللأشخاص كمان المحجبات عن طريق فهدول الأشياء. بعدين إني أنا شيف وإني أنا طبخت لميركل أو أنا عندي مطعمين ببرلين أو أنا هدول كلياتهم شغلات هن طلعوا من هدول التعريفات. ال3 تعريفات حكيتيهم 4. كتير حلو. 4 صح. كتير حلو. هيك بتشوفي نفسك ايه بس وهيك بتحاولي دائما تعبري عن نفسك. ايه بعدين لما تسألني شو بتعملي بالحياة ممكن أقول لك إنه أنا كشخص بيشتغل بالحياة خلينا نقول بزنس. أنا شيف سورية عايشة بألمانيا ببرلين تحديداً. عندي شركة كاتيرينج سيرفيس تقديم طعام وعندي مطعمين بمدينة برلين بيحكوا عن الثقافة العربية والسورية خصوصاً. سوريا خصوصا. طب أنا قلت لك أول شيء قبل ما نبلش إنه أنا كتير مبسوط بهي الحلقة لأنه أنا عم حاسس هاي إنه بدي اسمع كتير قصص. إن شاء الله. وأنت هذا مثل ما قلت لك كتير متحدث. إن شاء الله الكل يكونوا هيك حاسين مثلك يعني. بتخيل إيه بصراحة لأنه يعني. أحياناً الأشخاص اللي بيكونوا بيعرفونا بيكون عندهم يعني بيشوفونا بطريقة إيجابية كتير وبيعدوا عن أخطائنا لأنه بيحبونا فبيشوفوا دائما نص الكاسة المليان منا. فإن شاء الله التانيين اللي هن ما بيعرفونا أو حتى كمان بيكونوا بيعرفونا بس ما بيحبونا يشوفوا نص الكاسة المليان تبعنا ويعدوا نص الكاسة الفاضي لأنه كلياتنا في عنا نص كاسة فاضي. صحيح. وهذا الشيء بتحسي إنه أو السوشيال مو نص قسم، كل حدا بيختلف عن صحيح. التاني قديش القسم الفارغ منه والقسم الممتلئ. بتحسي السوشيال ميديا هي مأثرة عليكي بهذا الشيء؟ أنا ليش قلت لك السوشيال ميديا؟ لأنه بعرف إنه السوشيال ميديا كتير ضغطتك بفترات معينة صح؟ ايه بتضغطني بتضغط أنا كتير حدا أصلا حساس يعني وكتير شخص بيحترم آراء الآخرين فأنا بوقف عنها. مو لأني بخاف، لا لأني أنا بقدر كل تعليق بيجي
يعني إذا حدا إجا كتب تعليق برجع بفوت لنفسه لجوا، قد يكون عنده مشكلة وأنا بشيء معين أظهرته على السوشيال ميديا ضغطت على هي المشكلة وأوجعته. فأنا بتطلع على التعليقات السلبية بطريقة مختلفة. ما بحب أقول إنه هدول الناس عندهم ما بيهموني، أو لأنه أحيانا ممكن يهدوني عيوبي من غير ما يحسوا، وأحيانا عن جد بيكونوا قاصدين إنه يعطوني نصيحة بعيب معين عندي إياه. فليش دائما نحن نطلع على التعليقات السلبية بأنه هي شيء ما بيهمنا، وهي حجارة لازم نحطها ونطلع فوق منها؟ في بعض التعليقات طبعا هي حجارة عم تنرمى علينا، ممكن نحطها تحت منا ونعمل منها جبل ونصعد فوقها. بس في تعليقات ممكن تكون هي عبارة عن شيء نبني فيه لقدام، يعني مو ضروري شيء نحطه تحت منا ونوقف عليه، لا، ممكن يكون عم نبني منه آه، شخصيتنا المستقبلية الأفضل أو النسخة الأفضل منه. كتير بحب وجهة نظرك في بعض الشغلات على فكرة، بتعرفي هذا الشيء. دايما ايه، بنتناقش أنا وياكي بكتير مواضيع ودايما بكون في اختلاف، لأن أنت بتشوفيها من منظور أنا بشوفها من منظور تاني. يعني إذا ما شفتها هيك ما رح بحس إنه رح أضل عايشة ب أنا بحس اللي بيكون عم بيكذب على حاله بيكون عايش بفقاعة، يعني بيوم من الأيام حتنفجر بوشه. كيف قصدك؟ يكون عم يعني يكذب على حاله؟ يعني الشخص يلي بيطلع على كل التعليقات اها. السلبية أو حتى التعليقات الإيجابية، إذا تعليقات إيجابية كانت دائما عم تنفخ فيه وهو مصدق إنه إيه، أنا هيك أنا هيك أنا هيك أنا هيك، أنا كتير حدا مهم وأنا كتير حدا ما في مني بالعالم اتنين، ما بغلط هو يعني. عاش بفقاعة بيوم من الأيام حتنفجر فيه. صحيح. وإذا كان عم يطلع على التعليقات السلبية بإنه هدول ناس كارهين، هدول ناس عندهم مشاكل، عندهم عقد، عندهم فهو كمان عايش آه، بفقاعة. إنه هو ما عم يطلع على فكرة إنه ممكن ناس تعطيني آه، آه، تهديني عيوبي بالمختصر يعني. تهدينا عيوبي، حلوة هي الكلمة ايه، والله. فيعني بالأخير بحس حالي أنا الخسرانة إذا ما طلعت بهي الطريقة. يعني الأشخاص اللي على السوشيال ميديا امم. اللي موجودين خلينا نقول الجمهور، يعني أنا لما بنزل أو بطلع وحياة الله هن بشكل مباشر ما بيستفيدوا. صحيح. معناتها ليش ما أنا اللي استفيد؟ يعني ليش ما عن جد أنا أكون عم بستفيد من هدول الأشخاص اللي عم يعطوني إما تعليقات إيجابية أو سلبية، لأنه هن بشكل مباشر ما هم مستفيدين مني. صحيح. يعني فبس هيك أنا بحس، يعني هي حلو حلو فلسفتي وجهة لهذا نظرك. الموضوع. إيه. حلو حلو والله. المهم، خلينا خلينا نفوت بأسئلتنا أول شيء، لأنه هذا ما من الأسئلة أبدا. أنت دايما بتحكي إنه الأكل هو رسول بيوصل لأي بيت إمم، بالطريقة اللي أنت بدك تقدمي فيها ثقافتك إمم، وهي التفاصيل كلياتها تقدميها عن طريق الأكل. إمم. احكي لي بوجهة نظرك في هذا الموضوع، كيف بتشوفي هاي القصة؟ يعني الطعام هو امم. حاجة يومية. يعني ما في إنسان على وجه المعمورة ما بيتفق على إنه هو حاجة. اللي بيعملوا ريجيم عندهم حاجة من الطعام، يعني كل الناس يعني. فمعناته هو شيء أنا كل يوم فيني أتوجه فيه لأشخاص معينين. يعني ما في إنسان بيجي بيقول لك أنا ترى ما باكل، أنا عايش صار لي 5 أيام بلا أكل، مستحيل. أوكي، فمعناتها أنا عندي فرصة يوميا لأتوجه لناس موجودين من خلال الأكل، أتوجه لهم بشكل مباشر من خلال حاجة. هلأ هي الحاجة مو بس حاجة، وحاجة محببة. صحيح. يعني في كتير احتياجات، الدواء لما بنمرض هو حاجة بس ترى مو محببة، أما الطعام هو حاجة محببة. نحن بنكون مبسوطين مستمتعين ونحن عم ناكل. يعني خد على سبيل المثال، مثلا اثنين بيحبوا بعض، بيعزم على عشاء رومانسي، صحيح. اثنين بدهم يعملوا صفقة، بيعملوا عشاء عمل. يعني نحن بنسرق يعني الأكل خلينا نقول ميسر لكتير شغلات بيناتنا. يعني صحيح.
مثلا إذا واحدة بدها تأثر على حدا هيك بدها تطبخ لك تورجي طيب. تطبخ له أكل يقولوا لك الطريق الأقرب إلى الرجل بطنه أو معدته. فيعني معناتها الأكل كتير هو شيء جميل. طب ليش ما من خلاله مو بس جميل وبيكون مفيد، بوصل رسائل، بكسر حواجز. إذا كنا بمجتمعات جديدة نحن بنكسر حواجز بيننا وبين صحيح. الآخرين من خلال صحن أكل. إذا كنا بمجتمعات ما مننطق لغتها فالطعام هو لغة. إذا كنا بمجتمعات كارهة لإلنا لوجودنا لخلفياتنا، فممكن الأكل لأنه هو مثل ما قلت لك شيء محبب يكون رسول بيناتنا. يعني حتى بقصص التفاوض السياسي قبل ما يبلشوا التفاوض بين المتنازعين بيعملوا لهم غداء، بيعتبروا أنه الأكل قد يكسر شيء من العداء بيناتهم، يعني شيء لحتى يبلشوا بتيسير المناظرة بعد هذا الغداء. فلهيك إذا كل العالم عم يطلع عليه أنه هو ميسر بكل هدول الأشياء اللي قلت لك ياهن سياسياً رومانسياً اقتصادياً، معناته هو عن جد رسول حقيقي فينا نستخدمه بكل علاقاتنا. وهذا الشيء وانت هذا الشيء هون بألمانيا شو قدرتي تغيري فيها؟ يعني انت اغلب زباينك بتخيل ألمان صح؟ ايه واكيد كلياتهم عم يجربوا الاكل السوري من اول مره بسبب انه في اشخاص ما بتحب تنزل على مكان يكون شوي فوضوي، فهن بحاجه لمكان يكون مرتب ونظيف. هلا خليني اقول لك اول شيء سوريا هي بلد موجود يعني مو من 13 سنة. صحيح. معناتها من قبل الازدهار اللي كان موجود بسوريا، ما عم بحكي 10 سنين عم بحكي عن هي بلد مهد للحضارات، بلادنا بلاد الشام بشكل عام. فأنا كتير كنت بتطلع أنه ليش مطبخنا السوري اللي هو جزء من مطابخ بلاد الشام رغم أنه هو مطبخ غني بالنكهات، يعني نحن عنا بتذوق الحد والحلو والمالح بطريقة قد يكون باقي مطابخ بلاد الشام ما عندهم إياها هي التعدد بالنكهات. طب ليش أنا ما بشوف إنه مطبخنا مثلا المطبخ اللبناني هو معروف أكتر من مطبخنا السوري؟ صحيح. هي الفكرة خلتني أحس إنه في شيء لازم نحن نغيره بمطبخنا ونشهره أكتر بمطبخنا. إنه نحن ما كتير بنحكي عن الأكل عنا، نتعامل معه على أساس هو روتين يومي رغم إنه هو آرت، يعني هو فن حقيقي. أعتقد اللبنانيين بيتعاملوا مع الأكل على أساس إنه هو فن وبيطلع الشيفية اللبنانية دائما بيتعامل يعني بتحسهم دكاترة بيتعاملوا مع الطعام بطريقة كتير بروفيشنال وعلى أساس إنه هو يعني مو روتين يومي أبدا أبدا، هو عبارة عن علم وفن من خلاله بيوصلوا لأي طبقة بدهم إياها. فلهيك أنا صرت فكر إنه أنا لازم بهي البلد من خلال الأكل وصل شيء عن ثقافتنا وأدخل لقلوبهم ولعقولهم بعدين. يعني أنا من خلال الأكل للقلب بعدين أكيد رح أدخل لعقولهم لأحكي لهم أكتر عن بلدنا يلي هي مثل ما قلت لك مو عمرها 13 سنة لحتى نختصر. والدمار يلي صاير هو صار يمكن أو أكيد أكثر منه بحقب تاريخية سابقة كتير. ورجعنا طلعنا من أول وجديد ورجعنا وقفنا. فما رح أطلع على هذا الموضوع بطريقة سوداوية، بالعكس أنا عم بهدم لابني أو في غيري عم يهدم، بس شغلتنا نحن البناء. لاحظت انه اغلب الامثله اللي انت بتعطيها هي العلاقه بالسياسه، لانك انت شو دارسه؟ دارسة علاقات دولية وعلوم دبلوماسية تماما. وأدب عربي بدمشق بجامعة دمشق. هذا الشيء أنا كتير ساعدك؟ بحب لما بقول جامعة دمشق، يا يعني هي جامعه جامعة عريقه طبعا. 100%. هلأ أول نقطة اللغة العربية
ممكن تكون أحياناً بالنسبة بتجربتي هي حاجز. أنا كتير بعرف أعبر بالعربي، عندي أدواتها لأنه لهي اللغة بحبها أصلاً وبحس حالي مرتاحة مثل ما قلت لك لأنه عندي كل الأدوات تبعوتها. هذا الشيء أحياناً بيحسسني إنه ما في أي لغة بالعالم قد ما أتقنتها ولن أتقنها حتقدر توصلني لشيء، فأحياناً بسكت لأني ما بحس إني أنا قدرانة أعبر عن، لأنه الفكرة موجودة عندي باللغة العربية، يعني بكون صايغتها جواتي، يعني بكون حاسة حالي إني أنا حاملة الكلام بإيدي بس أنا حاملته باللغة العربية فماني قدرانة أعبر عنه بأي لغة تانية. وهذا الشيء أنا بحسه أحياناً حاجز وصول إلي بشكل أكبر وانتشار. لازم أكون واضحة مع حالي شو لازم أعمل، ما بعرف، بس لازم أعترف إنه أنا بحس عندي طاقات أكبر من الأشياء اللي أنا حاطتها على الأرض، وأحياناً الحاجز هو اللغة. أما بالنسبة لموضوع إنه أنا دراستي بتساعدني، خليني أقول ثقافتي بشكل عام بتساعدني. حلو. لأنه أنا ما كفيت دراستي بمجال العلاقات الدولية، كنت بتمنى أني أنا كفيه لأني أنا كتير بحبه، ولأني أنا مآمنة أنه نحن سياسياً بحاجة كوادر تكون نظيفة. حلو. مشكلتنا السياسية. لو فهمانك. كنا نحن عنا كوادر عن جد مآمنة بالبلد، مآمنة بالإنسان، ما في أي فساد بيوم من الأيام حيأثر عليها. وطبعا هاي الكوادر ما لازم تكون شخص واحد، لازم يكونوا عبارة عن مجموعة ماسكين إيدين بعض لحتى يكونوا بوش شرور العالم. خليني هيك أقول لك إياها بطريقة كتير بسيطة. فأنا ما بعتبر إنه دراستي بشكل مباشر هي إلى أثر بالشي اللي عم بصنعه، ولكن ثقافتي إلى أثر بالشي اللي عم بصنعه. أنا بحسك دائما أنت فهمانة شو عم يصير، فهمانة كيف تتعاملي معهم، خصوصي إنك أنت فايتة الأهم الأماكن السياسية هون. بجوز يكون جزء منها، يعني مثل ما قلت لك أنا كنت يعني عم بطلع على الدرجة على السلم، فبجوز هي هالكم درجة اللي طلعتهم ضلوا مخزنين وعم حاول إني أنا يعني اشتغل فيهم بطريقة تكون شوي بروفيشنال مع الأوساط اللي أنا فوت فيها. البروفيشنال أنا بصراحة الحدا الوحيد اللي بعرفه إنه بيكون شيف، وأنت البروفيشنال هون بصراحة. اللي قادرة توصلي لأي مكان وتتعاملي معهم بطريقة كتير صحيحة، ويحترموا الشيء اللي عم تعمليه ويحبوا الشيء اللي عم تعمليه وينطروا منك لتحكي ويسمعوكي. والله في مكون تاني ما له علاقة بكل شيء، اللي هو الحب. أوكي. بجد أنا ما بحس إنه هن بيحكوا معي لأنه بيفوتوني على أي مكان لأني أنا شيف. تمام، مو بس لأنك أنت شيف، لأنه في كتير شيفات أيوة. عرب أو ألمان فينا نقول، أنا بس بحس في أنت المميزة اللي عم تفوتي على أماكن سياسية ما حدا بيفوت عليها. إيه مثل ما قلت لك إنه أنا حدا شوي في يعني أنا مثلا في مرة كنت بإيفنت، طبعا عم يحضروا اللانشينج تبع الافتتاح تبع الفيلم، شخصيات سياسية وفنية، فقالت لي في شخص عم يسأل يعني عن الأكل وكتير معجب بالشي اللي شافه، فهو هداك الشخص عرفتي. فأنا طلعت هيك فيه طبعا لا. اجت قالت لي هذا شتيفان زايبرت. قلت لا تشرفنا، يعني شو مين؟ كمان؟ قالت لي هذا المتحدث باسم الخارجية الألمانية، وهذا هو الصديق المقرب من أنجلا ميركل. فقلت له طيب، قلت لي فبيجوز يجي يحكي معك، حاولي إنك أنت يعني إنك تجذبي يعني لكلامك، أو يعني هاي فرصة، يعني هاي شانس صراحة. فبعد بشوي أنا واقفة إجا لعندي وسلم علي، قال لي أنا يعني عرفني عن حاله، بس طبعا ما قال لي غير إنه هو شتيفان. يعني مثل أي شخص بده يوقف يسلم على حدا بتقول أنا فلان
قلت له ملكة. قال لي أنتِ اللي عاملة كل هذا الفن؟ قلت له إيه. قال لي كتير شيء جميل وعن جد أنتِ أثرتي فيي، وهذا الأكل هيك ذكرني في شيء بيشبه أكل الأم الجدة تبعيتي. طبعا جدته ألمانية، معناتها شو الشيء اللي أثر فيه؟ والأكل كان سوري. الحب. صرت تطبخ بحب. هلا أنت حتقلي شو يعني حب؟ حقول لك هو مكون سري حقيقة. يعني أنا بحب الشيء اللي عم بعمله، فبحب بتخيل إنه في أشخاص رح يذوقوا هذا الأكل ويحسوا، فأنا بكون عم بعمله من قلبي لحتى أثر على الشيء فيهم، تماما مثل الجدة والأم بتكون عم تعمل لأولادها لحتى ينبسطوا، لحتى يرجعوا ينسوا تعب المدرسة أو الشغل، فبتكون عاملت لهم كل شيء من قلبها. هذا المكون حقيقي. فقال لي شو الشيء اللي حاططيه لحتى هيك يعني؟ قلت له الحب. قال لي، فابتسم. قلت له ايه، انا بحس انه هذا المكون اللي ممكن يخليك تبتسم هو الشيء الوحيد اللي ممكن يربطني بأي ثقافة وبأي بلد وبأي أسرة، وحس اني انا جزء من هاي الأسرة. مش قال لي شو دارسة وهو هون؟ قلت له هلأ هو أنا أساس ما بعرف مين هو. قلت له أنا دارسة علاقات دولية وعلوم دبلوماسية، بس ما كفيتها. قال لي ليه؟ قلت له السياسة هي عبارة عن مطبخ ينتج حروب ودماء، وأنا قررت أني ما أكون جزء من هذا المطبخ. بعتقد هذا المطبخ يلي هلأ أنتج سعادة موجودة على وجهك وموجودة على وجه كل الموجودين، حسسني بسلام وضميري مرتاح أكتر من أن أكون بمكان ما عم حس فيه إلا، وخاصة أنه أنا جاية من بلاد حرب، من سوريا. والله مستحيل أنسى نظرته. بعد بيومين بيجيني اتصال من البرلمان الألماني بإني أنا مدعوة لحتى أكون كيترز لأكثر من 130 شخص حيكونوا موجودين بالبرلمان، من سياسيين ومن جنرالات ومن شخصيات. يعني أنا طبعا ما بعرف مين هن لأنه ما بيخبروني صراحة. ما عرفت إنه هو إنه هو. مرت فترة وبعدين شفت كان في عندي كمان لانشينج لسيارة بشركة مرسيدس، وكمان أنا كنت مسؤولة عن الإيفنت. لما كل ما بتعمل مرسيدس سيارة فهي بتجيب أهم شخصيات لحتى تعرفهم عليها لهي السيارة، يعني ولادتها للسيارة، تحكي لهم عن نقاط القوة اللي فيها وهيك يعني، وبيكونوا عاملين عشاء. فأنا كنت المسؤولة عن العشاء. والله نسيت شو كانت السيارة، بس كانت سبورت بتذكر يعني. أوكي. فما لقيت غير شخص جاي من بعيد وأنا عم طلع عليه هيك، يا الله شايفته لهالزلمة ممثل، يعني شايفته هو هيك شخصية. هلأ اكتبوا اسم شتيفان زايبرت وبيطلع لكم يعني. فأنا هيك دغري فكرت إنه ممكن ممثل يعني. إجا لعندي قال لي كيفك؟ قلت له تمام. عرفتيني؟ قلت له لا. مستحيل. أنا كل ما بتذكر القصة بيجيني هيك بمخي إنه شلون أنا عن جد ما تذكرته والله. قال لي أنا شتيفان زايبرت. أنا قال لي أنا الإيفنت تذكريني الإيفنت يلي عملتيه بالبرلمان الألماني أنا أخبرتهم عنك. قلت له أوه. اللي شفتك بالكينو بالسينما. أوكي تذكرته. لما قال لي هيك طبعا تذكرته. بعدين مرة ثالثة إجا لعندي على المطعم، فأول ما شافني قال لي عرفتيني أنا شتيفان؟ قلت له طبعا مستحيل أنساك يعني. فأنا كتير يعني الشغل بيخليني أحيانا عن جد ما أكون مركزة والله العظيم. فبس قديش هو حدا كتير يعني متواضع، وهذا دليل الأشخاص اللي بتكون عظيمة ما بتعبر عن عظمتها بأنه هي تكون شخص هوخنازة يعني ورافع عن فوق بدها. بالعكس، كل ما كان الشخص عظيم أكثر كل ما كان عنده تواضع، لأنه هو خلص معبي مركزه. فليك عرفان قيمته. تماما يعني. هلا في شغلتين بدي احكي لك اياهم هون. اول وحده انه انا فعليا هلا انت وعم تحكي خطر على بالي هيك فورا جت صور براسي وقت كنت تجي لعندك على المطعم وشوفك كيف رايحه لعند الزباين تكوني مبسوطه
إنه هن مبسوطين. إمم. هلأ وأنتِ وعم تحكي بصراحة هيك دغري خطر لي هذا الموضوع. إمم. بانسى التعب صراحة. فعليًا كنت أكيد. أتذكّر هيك شوفِك مبسوطة ومروقة إمم. وعم تضحكي إنه عاجبكم الأكل فأوكي بيرفكت أنا رايحة هذا أكمّل الشي شغلي. هلأ أي ست بيت أو حتى أي شاب يعمل عزيمة لحدا وبيكون تعبان فيها، وإذا كان صار له كذا يوم أو صار له كذا يوم عم تعمل بهي العزيمة قد إيه تعبانة، وبتكون عن جد يا دوب نايمة وبيكون عندها كل ضغوطات عيلتها وأولادها وهيك، بيجوا العالم وبيقولوا لها يسلم دياتك على هالأكل. تنسى لأ التعب. أنتِ عن جد فظيع الأكل، والله العظيم تنسى كل التعب، بتقول لهم عن جد وبترجع وبتقوم وبتحط الحلو وبتجلي الجليات وكأنه ما ليه؟ لأنه هي أخدت إنرجي، أخدت طاقة. فأنتِ فعليًا عم تتعاملي مع الموضوع هو الزباين هن مثل عم يعطوني طاقة، هنن الوقود تبعي، معازيمك، هنن الوقود تبعي، أنا ما بنادي لهم زباين، أنا بنادي لهم ضيوف. ضيوف. إيه. من حلوة. يومين هيك حتى حكيت على الstory إنه كنت عم بحكي وصفة فقلت لهم ذاك اليوم إجتني ضيفة، يعني ضيفة يعني زبونة، بس أنا ما بحب كلمة زبون، بحسهم ضيوفي. هلا بجوز حدا يجي يقول لي ضيوف ليش تاخدي منهم مصاري لكان؟ مشان أقدر أعمل لك مرة تانية أكل مشان تجي طبعا مرة يعني تانية لعندي. يعني هو تعبير لحتى بس يحسسني إلي إنه أنا في عندي في على عاتقي شيء كتير مهم، جايين ضيف. أحيانا الزبون ممكن تتعامل معه إنه خلاص ما عجبه الأكل، أنا مو شغلتي أعجبه مثلا على طول. لما بيكون ضيف تكون أنت على أتم الاستعداد بكل شيء أنك تكون 100% يعني حست على إعجابه ورضاه. كتير فايدة بالموضوع نفسي. ايه والله كتير اوف. مو شوي أبدا. ايه حتى كان بدي أحكي لك كمان إنه أنت فعليا لو تعاملتي معه لهذا الشخص بفكرة إنه أنا عندي شركة عم بقدم لكم خدمات وخلص حكيت معك من زبون إذا أخذ لتاجر الخدمة كان مشي وما ما أخذتي الفرصة ممكن يجي ويدفع حق الأكلة ويمشي. ما ما قعدت هون، ما 100%. قعدت هون، ما مخمخت عنده. فأنتِ لعبتِ مو لعبتِ أنتِ هيك مم. فعليًا إنه والله حكيتِ معه هي مو لعبة، لا فعليًا لا لا. أنتِ هيك. بعدين بتخيل إنِّك اكتشفتِ إنه أنتِ عم تعملي فعليًا story telling. صارت بالنسبة لي استراتيجية 100%. تماما، لأنه بس هي هذا الروتين بالبداية الطبيعي كانت تبعِك. بالبداية كانت عبارة عن خليني أقول يعني شيء هيك موجود جواتي، ما عم بتكلف وأنا عم طلعه أبدا. وأنتِ حكيتِ هلأ كلمة شي لنفسِك ايه ايه ترضي ايه ايه نفسِك ايه تكوني ايه أنتِ وقود مرتاحة. لإلي طلع هذا الوقود لإلي واستراتيجية من غير ما أحس هي اللي طلعت هي story دارسة وماني telling دريانة. 100%. إيه. فمن بعدها أنتِ بلشتِ تفوتي على الأماكن المهمة، فينا نقول اللي هي مجلس شو بسموه؟ البرلمان البرلمان البوندستاغ يعني وال واحد جر واحد، ما في شيء هو بس هو لحاله. في هي النقطة المهمة اللي هو وقت إجا حكى معك أنتِ وحكيتِ معه بطريقة ارتاح فيها، فهو فعليًا حكى لكل العالم مهمة، ايه يعني ووصّل اسمِك أو وصّل الأكل اللي أنتِ عم تقدميه بطريقة كمان حلوة. ايه يعني حس انه في شيء عند هي البنت، يعني لحتى انه هو ضليت يعني ما بعرف شو السيناريو، بس هيك لما احيانا بفكر فيه انه اهم. انا في حدا ضل طول الوقت هيك عم بفكر انه والله هالبنت، والله من باب الثقة بالنفس ومن باب الاعتداد اهم. بنفسي ومن باب الغرور ابدا، انه هو بيكون اكيد رجع انه والله هي البنت تحتاج انه تكون بمكان مهم، او انه عن جد علقت براسي، لانه اكيد مو هو قاعد فتح التليفون واتصل، اكيد لا. هو ضل بجوز عم يفكر فيه يومين، وبعدين لما كان بمكان قال خرج تكون بهذا الايفنت هي السيدة. أنا باحب الفلسفة اللي أنتِ بتحكيها وطريقة تفكيرك ووجهة نظرك للشغلات، مشان هيك دايمًا بضل عم باسألِك شو رأيك؟ ايه أوكي. فأنتِ بعدها قررتِ تفتحي المطعم قبل ما كان عندِك مطعم صح؟ لا لا لا، المطعم اجى بعدين. وينك وين 100%. المطعم؟ مطول كتير. 100% بعد ما عملتِ هي الإيفنتات انا كلّياتها. المطعم بعتبره احيانا هو شيء هو هذا سؤالي. حصرني أوف! حصرني هو ايه. هذا سؤالي. قيد. شو بيعني لك مطعمِك؟ لإنه المطعم تبعِك هو بيت فعليًا ما له ايه مطعم. شو بيعني لي؟ والله كتير سؤال خدي راحتك، احكي شو يعني ما بدك. ما نو 100%. ما في شي بالحياة هيك أبيض 100% أبيض 100% أسود.
المطعم بشيء معين هو قيدني لأنه أنا كل يوم عندي ضيوف. هذا الشيء متعب ومرهق. تخيل أي سيدة عندها ببيتها كل يوم 100 ضيف عم يجوا لعندها على بيتها. هلا أي حدا إذا كانت سيدة وبتشتغل مضيافة وبيكون عندها مثلا كل أسبوع هيك مضافة بطق عقلها. فأنا عندي كل يوم ومن غير مبالغة. واللي بيعرف أنه أنا كل يوم بطبخ بالمطعم هذا الشيء كتير متعب ومرهق لإلي. يعني أنا عندي باليوم بالأسبوع عطلة أحيانا يوم أحيانا يومين ماكسيموم، مو أكتر من هيك. فهذا الشيء متعب ومرهق وعم بيخليني بأحيان إني أنا وقف عن التدريب ووقف عن التعلم. وأنا شخص كتير بحب يتعلم. يعني أنا مين ما سألني قديش بتعرفي تطبخي لهم من 10 أنا لسه بعرف أطبخ 8. يقول لي إف، بقول لهم أنتوا شايفيني 10 بس أنا إذا بدي أشوف حالي 10 أنا عشت أبرت نفسي عن التعلم لتقنيات لنكهات لمعرفة مطابخ أو أكلات جديدة. أنا لسه ما ولا بيوم رح أعطي لحالي 10. أنا دائما برينج 8 و9 8 و9 لحتى على طول تكون عم بتطور وما في يوم حأوصل لل10. مين من كنت ما في حدا حيوصل ل10 أبدا. كتير غريب لما حدا بيعطي حاله 10. yeah. بحسه قضى على نفسه بهي العلامة. صحيح، خلص وقف لأنه هي أعلى علامة. 100%. اللي بقصده أنا حابب تحكي لي عن المطعم بشكل عام. أول ما فتحتي المطعم وقلتي أنا بدي أعمل الديكور، إيه أكيد أنت اللي عملتيه. إيه عملته كمان مشان ما يضيع حق الأشخاص. أنا عملته كأفكار بس كان في شخص مهندس اسمه محمود هو اللي حط لي تقسيمة المطعم إنه هو يكون هون في 4 طاولات، هون لازم يكون في طاولة من أشخاص، هون لازم يكون في هون 9 طاولات وهكذا. نحن تمام بنحكي عن مهندس الديكور فينا تماما. بس طريقة أنا كيف حتى كيف فرشته أنا اللي نزلت فرشته من 100%. أنا تركيا. هذا بدي أسمعه منك. لأنه أنا كان في عندي صورة أنه أنا بدي أعمله بيشبه بيوتنا. 100%. يعني مثل ما قلت أنت من شوي أنه أنا بشتغل على الناحية النفسية كتير. تمام. فأنا بدي خلي الشخص يفوت يعمل رحلة بالزمكان، يعني بالزمان والمكان. تمام. فهو يفتح باب المطعم ويحس أنه هو رجع لورا 10 سنين ورجع لمكان تاني غير هذا المكان اللي هو بيت أهله، بيت جده يلي هو. فعملت كورنر بيشبه غرفة القعدة وحطيت فيه كروشيه وشغلات كروشيه كلياتها وكان هيك كنبايات ومريح. عملت كمان قسم حطيت فيه مثل غرفة مثل غرفة، يعني حطيت الطاولة كبيرة مثل طاولة غرفة السفرة وعليها طاولات. هي حسيت إنه هي لأشخاص عدد كبير 8 أشخاص يجوا 10 أشخاص يقعدوا على طاولة واحدة مثل ما بتكون عامل عزيمة. نحن طاولة السفرة ما بنستخدمها كل يوم لأنه. وعملت هيك مثل طاولات صغار مثل طاولات يلي بيكونوا شخص يعني أنت وأخوك بس قاعدين عم تاكلوا يعني. وعملت غرفة فيها صور، ولما صور ضميتها لغرفة المعيشة خليني أقول قريبة لغرفة القعدة. كيف غرفنا نحن فيها صورنا نحن وأمنا وأبونا وأخواتنا. فأنا إذا بدي أعمل بيت وحسس الشخص إنه هذا بيته لازم صور عيلته حط له إياها. يعني إذا حطيت صورة أنا وماما وبابا وإخواتي ما كتير ما حيمشي الحال. طبعا حاطة صورة لإلي أكيد هلأ بقول لك عليها. قام لقيت إنه أنا لازم أحط صور لعائلتنا الكبيرة، عائلتنا يلي كلياتنا نحس إنه هن جزء منا، من طفولتنا، من شبابنا، من مراهقتنا. فحسيت الممثلين، الفنانين، الشعراء، الأدباء، السياسيين يلي لما كنا نقرأ عنهم بالمدرسة وندرسهم بكتب التاريخ، هدول لازم يكونوا موجودين على هذا الحيط لأنه هن
عائلتنا الكبيرة. وذكرياتنا. طبعا هن جزء من ذكرياتنا، هن بنوا شخصيتنا بشكل مباشر وغير مباشر. فحطيت صور لنزار أباني واعتبرت أنه هو السوري المهاجر الأول عن معشوقته دمشق، وفي شيء منا كلياتنا. صحيح. كمان أبعد مثل ما أبعدنا. حطيت صورة مصطفى العقاد، الرجل المخرج العالمي السوري من مدينة حلب، يلي كان دائما عم بيحاول يحكي عن الإسلام بطريقة ما سبقوا إلى لهي الطريقة حدا قبله من العصر الحديث، بأنه لما عمل فيلم الرسالة وعمر المختار كمان حكى عن المقاومة، وبالأخير قتل بنفس السلاح الذي كان دائما يحارب لحتى يتوقف الحديث عن هذا السلاح. فكتير بحس هو بيشبه شيء فينا، يعني نحن كلياتنا منضل عم نحاول نحكي عن خلفياتنا السياسية أو الدينية أو الثقافية. وكتير مؤلم لما بيجينا تعليقات من أشخاص يدعون أنه هنن بيحملوا راية الإسلام أو راية العروبة وبيحاربونا وممكن يقتلونا. فحسيت أنه هو لازم يكون موجود. ياسر العظمة، الفنان السوري اللي دائما كان بلوحاته الكوميديا السوداء اللي كان يعملها يضوي على أجزاء كتير عميقة بحياتنا الاجتماعية. فارس الخوري أنا بحسه آخر سياسي يعني هيك تقيل عرفتنا عليه سوريا. ما لح كتير طول بالحديث عن هذا، بس كتير بحب وبنبسط لما حدا بيجي وبيعرف على الأقل نص هي الصور. فبحس إنه برافو، أنا قدرت أوصل لشي جواتهم وهن لساتهم في شي بيعرفوا، والصور الباقية اللي ما بيعرفوها كتير بنبسط لما بشرح عنها. حلو. فهي هذا هو مطعم. هذا هو مطعمي، هو بيت سوري بتطبخ فيه أم سورية لضيوفها أو أخت سورية لضيوفها أو سيدة، أي حدا بيشوفني بالطريقة اللي هي بتناسبه. كتير بحاول إنه أنا حتى الشباب اللي نشتغل نحن وياهم بالمطعم دائما نقول هدول جايين على بيوتنا، فنتعامل معهم كأنه هن أصدقاء. هيك أنا عن جد بقدر أكسب إنه أي خطأ حدث، ودائما نحن معرضين له، إنه يتغاطوا عن أخطائنا، لأنه إحنا أصدقائهم. الأصدقاء أنت بتتغاضى عن خطأهم، بس إذا بده يتعاملوا معك على أساس إنه أنت إنه هن زبون وأنت صاحب محل، ما بيمرقوا لك ولا نتفة، لأنه دافعين مصاري جماعة. فبس لما بتعاملوا إنها أصدقاء بيدفعوا وحتى ما بيطلعوا على الخطأ يعني وطبعا كلياتنا ما أنا معصومين على الخطأ. إيه. صحيح. شو حلو وصفك للمطعم. إيه. كتير بتحبيه. كتير طبعا. يعني خليني أقول ما بعرف بيوم من الأيام لوين بدي أوصل، بس هذا حجرة الأساس. ما بقدر أحكي أكتر من هيك عنه، لأنه ما حدا بيعرف لقدام شو بتخبي له الحياة، إما يخسره أو فبدي أقول إنه هو حجر الأساس، لأني ما بدي أقول له إنه هو ابني الصغير، لأنه وقتها كتير مؤلم إذا بيوم من الأيام خسرته. بس حجر الأساس إذا انكسر بترجع بتعمل حجر أساس. بجوز بيوم من الأيام تعرف ليش هيك عمول. أوكي، أنا يمكن فهمت شيء. أوكي، حابب تحكي لي هيك بطريقة مختصرة. كتير حكيت لي القصة أنت، بس حابب تحكي لي بطريقة مختصرة أو يكون فيها شرح اللي هي لقائك بفراو ميركل بين 100 شخص، أهم 100 شخص بألمانيا.
حابب تحكي لي مواقف صارت معك بهذا المكان وشو طلعتي منها أنتِ؟ بدي تحكي لي أنتِ شو كنتِ عم تحسي وتفكري؟ أنتِ شو طلعتي بهيك أفكار جديدة بعد ما التقيتي مع هدول الأشخاص اللي فعليًا إمم. هن عم يمشّيين العالم فينا إمم. نقول؟ هلأ يعني حسيت إنه في عليّ عبء، إنه أنا لست مجرد طاهية، وإنما وإنما إنه أنا في عندي رسالة، وفي مكان قد يكون بنظر كتير عالم هو مكان بسيط وهي شقفة طباخة، هي اهم، العبارة اللي باسمعها، ولكن من هذا المكان ممكن أوصل ووصّل شيء كتير مهم، يعني من خلال الملح والفلفل اهم، ممكن وصّل عن بلادنا وعن مشاكلنا وعن كل الإشكاليات اللي عم نعاني منها شيء أعمق من الملح والفلفل طبعًا. هذا الشيء اللي وصلت له يعني سواءً بلقائي مع المستشارة ميركل أو بلقائي مع أو وجودي بهذا الevent اللي كان بيضم أهم 100 شخصية ألمانية بالعالم. باختصار إنه أنا عرفت إني أنا بمكان مو مسموح فيه إني أنا هلأ كتير تعبانة، بس هذا الشيء اللي بيخلّيني أقول إنه أنا بمكان مو مسموح لإلي أتعب، بسيط وشو بدك تقول عنّه قول، أنتِ بالأخير كل هي التعليقات اللي باحب أقول لك ما بتوصلني من السوشيال ميديا، بتوصلني من أشخاص حقيقيين بيقولوا لي إياها بوشي. طبعًا، طبعًا، أوف! نحن في قسوة، نحن ما وصلنا لهون غير لأنه متل ما عنا ال الطيب في عنا القسوة، فطبعًا أنا باعاني من قسوة. كيف تسمحي إنه لحدا ييجي يحكي لك بوشك هذا الكلام؟ إنه كيف بتشوفيها من وجهة نظرِك؟ إنه كيف أنا كيف باقبل باسمح له؟ إنه كيف باقبل أنا ييجي واحد ييجي يحكي معي بطريقة ما هو اللي يقلل من سمح تعبي؟ لحاله، ما هو اللي طَب أوكي سمح كيف لحاله. بتردّي؟ بارِد بإني أنا ضل عم باشتغل، حلو، كتير حلو. بارِد إني ضل عم باشتغل، والله ولا عندي أي رَد، والأشخاص اللي حكوا لي إياها بيعرفوا عن جد إني أنا ولا مرّة ردّيت عليهم. فأنتِ فيكِ تقولي أنا مالي ضعيفة بس أنا مالي فاضي، إمم، ردّيت عليهم بطريقة تانية، شغلي، فهموها ما فهموها المهم أنتِ مرتاحة. مو شغلي مو شغلي، بس يعني كتير حلو، يعني فينا طبعًا نقول إنِّك طنّشتِ وكمّلتِ لأ وركّزتِ ما لأ، بشغلِك. لأ، 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 اوعك تفكّر طنّشت، شو يعني؟ طنّشت معناتها لأ، في كلام انحكى موجود، الكلمات هي كالرصاص، اهم، متى ما طلعت من المخزن خالص، ما عاد خلص too late يعني، صحيح طَب فهي وين قعدت عندك، إمم، إذا خلّيتها تقعد بمكان تقعدك عن العمل فهنّن صابوك بمقتل، إذا قعدت بمكان حفّزتك على العمل فيعني أنتِ شُك أساسًا شكر يعني على قولة الأتراك يعني. طيب هو في سؤال كان لازم أسألِك إياه بعدين بس بدي أسألِك إياه هلّأ إمم، بما إنِّك أنتِ أساسًا إمم. بهذا الmood، شو أكتر كلمة جارحة حدا حكى لِك إياها ولهلّأ بعمرِك ما بتنسيها؟ آه، شكلك ما بتعرفني معناتها. هيك جملة واحدة أو موقف واحد صار معِك سيء وما بتنسيه. والله ما باعرف. كلّن يعني هيك هلأ أنت كنت بتعرف هلأ لمّا حكيت هيك صرت أعمل لهم دراسة، أمّا هن مو ببالي تخلطيهم مع بعض أخلطهم لحتى أشوف مين أسوأ مين واحد أسوأ وحدة، بس خلّيني كل وحدة هيك ما كتير باركّز والله العظيم. حلو، والله العظيم، كتير حلو هذا الشيء. لإنه هلأ إذا باعمل لهم هيك باقعد بابكي، آه. فرجعت أتذكّرهم هلأ كمان قلتِ لي شغلة إنه منّن من النساء كمان، أنتِ بتآمني بفكرة إنه المرأة عدوّة المرأة؟ يعني والله يعني يعني هي ممكن تكون عدوّة وممكن تكون مانا عدوّة طبعًا يعني والله يعني هي كلمة لحتى نعبّر فيها إنه عن الاستغراب، إنه اهم. كيف أنتِ مرة مثلي يعني وبتبادليني هي المشاعر اللي أنا عم باعطيك إياها بمشاعر كره،
يعني بدل ما أكون مثل ما أنا عم حاول ساعدك لحتى نقوم اثنيناتنا وننهض بالمجتمع، عم تعطيني هيك خنجر بكل شيء عم بصنعه، فأنت بتكوني عم تعملي خنجر لنفسك يعني أنت عم تضربي حالك كمان. إيه بس أنا ما فيني أقول كمان المرأة يعني هي فقط يعني عدوة المرأة، لا، يعني أحيانا هي بتكون عم تعمل هذا الشيء من وراء أنه مجتمع مخوفة. يعني أنا بحس حتى ما فيني أقول ذكورية أبدا، أنا دائما بشوف المجتمع يعني هي هيك الله خلق تكون هيك؟ طبعا لا. هو رب العالمين خلقه للرجل ليكون هيك، يعني عم بيضرني أنا بذكوريته؟ طبعا لا. مين؟ المجتمع إذا عمل إذا كون أفكار وهيك يعني أرسلها عن طريق النساء هي الأفكار بكلمة عيب ونحن ما عنا بنات هيك وإنتي هذا الشيء اللي عم تعمليه بابا كل التعليقات، ما بس بالشغل، بكل شيء. فهي ما دخلها، هو المجتمع. والرجل نفس الشيء اللي بيمسك وبيضرب وبيعمل، وما عنا نسوان تشتغل وعدين إبري بالبيت وشو بدك العالم يحكوا علينا، كل هاي الشغلات كمان مو الرجل ولا حتى ذكوريته. يعني إذا بدنا نقول يعني لأنه الرجل شيء والذكر شيء آخر. المجتمع هتقلي طب المجتمع مين اللي شكله؟ بس ما شكلوا ناس أسوياء. المجتمع بالمعنى السلبي طبعا. أنا يعني إيه، لأنه المجتمع كمان في عنده أشياء صدرها لإلنا، العادات، التقاليد، الأسرة. تمام. بس أنا بقصد لما بحكي بهاي الطريقة عم بحكي عن المجتمع الهدام، عن المجتمع السلبي، عن المجتمع اللي بيقيم المرأة مثلا وبيحاسبها على أشياء وما بيحاسب الرجل على نفسه، على نفس هي الأشياء. يعني هذا مجتمع غير سوي. هذا الموضوع ما اختلف في وجودنا هون. كيف؟ المجتمع السوري والمجتمع العربي بسوريا، بس احنا هون بألمانيا اللي هي المرأة هي أهم من الرجل. هي تعتبر هذا الشيء. ما في حدا أهم من حدا. أرجوك. أنا حدا ما بحب كون هيك إشكالي. بس الفكرة إنه المجتمع الألماني هون مختلف عنا، ما عنده هي النظرة اللي احنا بنشوفها إنه المرأة والرجل. ليش لهلا المرأة ما بتاخد راتب مثل ما بياخد الرجل؟ خلينا أوكي بس في نسبة كبيرة. ليش لهلا في كوتا بالبرلمان؟ خلاص طيب شوف. بس في نسبة كبيرة مختلفة عنا، إن أنت خالصين منها فكرة إنه البنت ما بتشتغل مثلا، البنت ما لازم يكون عندها مشروع الخاص مثلا. هن عملوا مساواة بأماكن لا يجب فيها المساواة. نحن نطالب بالعدالة وليست المساواة. أنا لما بتساويني بالرجل عم بتقلل بشيء معين من أشياء أنا بستطيع أصنعها والرجل لا، والعكس صحيح. فأنا لا أطالب بالمساواة وإنما بالعدالة. حلو. بس يعني ما بتأمني بين المساواة بين الرجل والمرأة؟ لا، ولا أطالب بها أبدا. شو بتطالبي؟ طالب بيكون في عدالة فقط. يلي هي ممكن تشرحي لي شوية يعني تفاصيل في عنها؟ أماكن أنا مطلوبة فقط إني أنا أكون موجودة فيها. فإذا ساويتني بالرجل يعني وضعته فيها وسحبتها مني. وفي أماكن لا يمكن للمرأة أنه هي، مو لأنه ما تستطيع، ولكن قد يكون هذا الشيء عم يسحب منا طرف من هنيك من الأشياء اللي هي يجب أن تكون فقط. في أشياء يلزم بها المساواة. أعمال المنزل طبعا 100%. أنا وياك مسؤولين عنها. اثنيناتنا بننام على نفس السرير. ليش أنا مطلوب مني قوم نطفى وأنت لا؟ اثنيناتنا بنقوم بناكل. ليش أنا بس اللي بطبخ؟ اثنيناتنا عنا هدول الأطفال. ليش فقط أنا ملزومة وصلهم؟ يعني هي مطلوب فيها المساواة. أما تجي وتقلي إنه المرأة يجب إنه تروح وتشتغل وتعمل وتساوي لحتى تضل عم تصرف على منزلها، لا، في جزء قد يكون، ولكن للمنزل وفي جزء لإلها. أما تجي وتقلي لا بدك تدفعي تماما مثل الرجل، لا. ما أنا خلينا عم نتقاسم شغلات، بس في شغلات لا، وإنت كمان في شغلات ما حتقاسمني فيها.
حلو. يعني أنا هذا رأيي بهذا الموضوع يعني. وأنا بشوف هذا الشيء وقت يكون في كتير بنات بتقول لك أنا بدي المساواة بين لأنه الرجل أنا في وقت والمرأة. بدي أخذ فيه بريك 100%. لازم يكون في عندي شيء شايلته ومدخرته لنفسي 100%. بهذا البريك اللي شئت، لأنه مستحيل أنت تحمل. طب أنا بالوقت اللي بحمل فيه مين يلي حيكون عم بيشيل فيه الشيء اللي أنا دخرته واللي أنت لازم تعمله؟ 100%. دائما بقولها إنه وقت تقولي إنه بدي مساواة بين الرجل والمرأة بتكوني عم تظلمي حالك أنت أساسا. أنت عم تأذي حالك بهذا الكلام. مساواة بإني أنا وياك ناخد نفس الأجر لما نكون عم نشتغل نفس المكان. هذا صفى عدل. طبعا هذا لهيك عم لك عدل. 100%. العدل بيلزم بمواقف إنه نكون متساويين وبمواقف نكون غير متساويين، بالمحصلة في عدالة بيناتهم 100%. ونحن أساسا خلقنا نكمل بعض. طبعا يعني هي بصل القطعة 100%. ما في حدا أكبر من حدا، هي يعني هي هيك مقسومة الكيكة. وهذا دائما الشيء اللي بحكيه إنه فعليا الشيء في شغلات الأنثى بتقدر تعملها أفضل من الرجل بكتير تماما، وفي شغلات بيقدر الرجل يعملها أفضل من الأنثى تماما. خلاص يعني وفي شغلات تانية اثنيناتهم بيقدروا يعملوها. بيصفى كل واحد لا بيصفى كل واحد قديش عنده. مثلا بتقدموا اثنيناتكم على وظيفة، مين عنده خبرة أكتر ومين هو شاطر طلع أكتر بهي القصة. مو هذا لأنه رجل حنقبله وهي لأنه مرة حنرفضها عدل أو ما دخل والله بس هي شكلها حلوة. لا، لأنه كمان هي الشغلات بيحملوها الشباب ضدنا، إنه في وظائف بس لأنك حلوة بتتوظفيها. مين الغلط؟ الغلط بالميزان، مو الغلط بإني أنا حلوة شو بعمل بشع حالي مثلا. هلأ يعني هلأ بيجوا بيقولوا لا، هي نظرة تبع المجتمع كمان أنا ما دخلني فيها كامرأة. بس هيك. كتير حلو هذا التفصيل اللي فصلتيه. بتعرفي إنه في كتير أشخاص هي بتعتبرك قدوة أنت. لا ماني قدوة وكتير أنت بتأثري بأشخاص بعدين فخ بوقع فيه وليه. أوكي هذا الشيء بينك وبين نفسك أنت بتعرفي تركبيه، بس الفكرة إنه فعليا في كتير أشخاص تعتبرك قدوة. إن شاء في الله. كتير أشخاص بتشوفك إنك أنت حدا جدا ناجح. وفي أسئلة في سؤال من الأسئلة إجتني اللي بدي أسألك إياها بعدين، بس بشكل عام السؤال اللي إجاني هي من حدا هي أم كمان شفت الصورة وشفت حسابها وكذا، وعم تسأل سؤال هي فعليا حابة تتعلم شيء. فمثل ما قلت لك أنت قدوة للعالم. بس والله هي كلمة قدوة يعني ما يعني هذا فخ نحن أنا عم أقول لك، لأنه ياما في أشخاص اعتبرناهم قدوة وزلت رجلهم طبيعي منزل معهم وقتها طبيعي نوقع معهم. فما في حدا بالعالم بيكون هو، لأنه القدوة يعني أول شيء هن شخصيات لازم يكونوا بداية عاشوا وماتوا مشان نكون ما في فرصة بالمستقبل إنه هن ينزلوا. هاي شغلة تانية إنه يكونوا أشخاص على قدر من كل شيء. ممكن ناخد من هذا الشيء من ملكة والله بالشيء هذا اللي عملته كمان مشان نترك للطرف الآخر حرية إنه هو يعني يغلط إنه لا هو هيك، بس يعني ما يكون دائما يعيش، لأنه الإنسان بلا أخطاء هو غير موجود. صحيح. يعني أنا أتخيل كل ما بدي أغلط بدي أقعد دير بالي على 20 ما بعرف كم حدا إنه هو متمسك فيي، فيعني فينا نقول مؤثر. هذا بيساعدني شوي. طبعا إني ما أخطئ بس كمان بيكون حمل وممكن عبء طبعا متعب يعني. بس أنت بتأثري، أنت حدا مؤثر. أتمنى أكون دائما مؤثر بشكل إيجابي، ويا رب الله يساعدني من غير ما أحس بهذا العبء. لأنه اشتغلنا أنا وياك فترة على السوشيال ميديا وقت كنت قادر أشتغل وقت كان عندي وقت، وشوفت قديشك أنت كتير بتركزي على هذا الموضوع، إنه كتير بتركزي على فكرة إنه أنا حدا مؤثر. بدنا ننتبه بس مو قدوة. أوكي أيوة أوكي أنت شوفيها بالمنظوري أنت بدك تشوفيها فيه. فكنت دائما أقول لك إنه إحنا عم نشتغل بزنس هلا سوشيال ميديا. لا أنا ما بدي أشتغل بزنس، أنا بدي أشتغل بالطريقة اللي أنا بدي إياها، الطريقة اللي أنا بتريحني قبل ما تريح العالم أو قبل ما تريح المنصات بشكل عام. فكان كل تركيزك إنه كيف بدهم يفكروا عن الموضوع، إنه حتى لو أنا حأثر عليهم 100%. أنت بآخر همك هذا الموضوع. قديش بدي أثر عليهم، هذا الشيء بيساعدني أنا، بيخليني مبسوطة. أنا قلت لي مرة جملة إنه
قلت لك وقتها انه لا القصه هي قديمه، بس قلتي لي شغله انه اذا المجتمع سيء فخلينا نحن نكون الافضل بيناتهم. طبعا هيك قلتي لي وقتها. طبعا أنا دائما بفكر بإنه أنا خليني أكون، أنا ما بخلي الناس تسحبني لمكانها. يعني خليني أنا، يعني مثلا مثل في قصة دائما هيك براسي، إنه حكيم بيوم من الأيام كان هذا الحكيم شاف عقرب عم يغرق بالمي، فإجا بده يساعده، قام قرصه العقرب، فرجع لورا، رجع مرة تانية وقع العقرب، فرجع سحب، رجع كمان قرصه، رجع كمان سحبه من المي، رجع مرة ثالثة مسك كمان سحبه لحتى قدر يطلعه ويبعده. فشخص كان عم يطلع على الحكيم قال له أنت غريب، في واحد مثلك بيكون قاعد واحد عم يقرصه وبيضل عم بيساعده. قال له العقرب تصرف بطبيعته اللي هي اللدغ، وأنا تصرفت بطبيعتي هي المساعدة. أنا ما بخلي الطرف الآخر يأثر علي إني صير مثله، لأنه بطلع من جلدي. هو عمل اللي هو شايفه، أنا ما دخلني، أنا علي إني أنا أعمل اللي أنا ربيت وما ربيت عليه واللي مآمنة فيه، وما أطلع من جلدي. ما دخلني إذا كان هداك المجتمع مجتمع سام لادغ عقرب، اللي هو قدر الإمكان طبعا. هذا الشيء أكيد حيأثر عليك. طبعا طبعا، يعني نحن هلا عم نحكي عن قصة، قصة هي بس يمكن وقت أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة، بس ما شفنا رابع مرة. قد يكون رابع مرة لو هيك كان حيتركه أعتقد الحكيم. يعني في مراحل وفي درجات من الألم الإنسان بيقدر يتحملها، فوق هاد بيكون الموضوع غير، فوق طاقته. بس على القليلة ما بيلدغوا للعقرب، يعني هذا أبسط شيء، إنك ما تلدغه، اتركه، ما عم يقدر، ما عم تقدر تساعده أو اتركه ومشي عنه، بس هيك، يعني لا تلدغه. حلو وجهة نظرك أنا بكره بالموضوع. هذا المثل، قال إذا شفت الأعمى طبه مانك أكرم من ربه. إف إف، أنا ماني قدرانة ساعده، بس على القليلة ما أزيد. ما بأذيه. شوف هذا كمان مثل مين قاله؟ مجتمع. صحيح. كثير حلو. ما بدي ضوي على هاي النواحي السلبية، يعني بدي حاربها وما ضوي عليها يعني. طيب في مثل دائما على قولة الأمثال، في مثل دائما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. صحيح؟ بس أنت قلبتي المثل، وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. صحيح صحيح. تخيل أول مرة حكيتي عن محمد، فأنا لأنه كتير بحبه حابب نحكي عنه. أنا حدا ما بيحكي عن عائلتي كتير، لأنه يعني بحس السوشيال ميديا إذا هيك فتنا بالعائلة فجأة ملاقي حالنا صرنا بصفحة تحديات. فلهيك أنا شخص ما كتير بفوت عائلتي. كتير أشخاص مثلا بسمع تعليقات إنه وينه جوزك، أنا وينه، تعليقات أحيانا بتكون جارحة وقليلة أدب كمان أحيانا. بس بضل مصرة أني أنا ما فوت الأسرة إلى محتواي قدر الإمكان، لأنه بجوز حدا يجي اللي قبل بيومين صورتي ابنك. يعني إذا كان في داعي، بمعنى أني أنا مثلا في شيء ابني بهاي الستوري حيكون في له جزء مفيد، أو حتى جزء الأشخاص يشوفوا منه طرف آخر من حياتي، أوكي. عدا عن ذلك أبدا، يعني أنا ما بحب أني أنا الناس لا تعرف. أنا بحس هي يعني صرنا بنعرف مثلا عيد زواج فلان وفلانة، صرنا بنعرف بعيد الحب فلان شو جاب لفلانة. أنا أعتقد هي الأمور كتير خاصة. لا، ما مو بس خاصة وما بتفيد. يعني أنا ما بستفيد إذا عرفت فلان شو جاب لفلانة. إذا أنا بدي في ما غيرك أجيب بحب هذا لجوزي ما الشيء. حجيب لجوزي. إذا بشوف إذا الرجال ما بده يجيب بالك لمرته، يعني. وإذا ما معي مصاري بدي موت بحسرتها، وإذا أنا كتير حدا واعي وهيك ومدري إيش، معناتها ضيعت وقت. يعني إذا أنا ما حدا ما بفي، يعني ما في ولا شيء أثر فيه، طبعا معناتها شو أنا استفدتي إيه يعني.
ما بعرف شو تهتم لهم، وبتحب هيك ما بعرف، شغلات بجوز والله بجوز. أنا بجوز في أشخاص بيشوفوا هذا الشيء بيقولوا أوه نحن فدنا فيه الناس، عرفوا عن هذا البرودكت تمام عن طريق إنه فلانة جابته لزوجها هدية، أو في أفكار. قد أكون لأني أنا حدا ما كتير بستنى العالم شو عملوا أفكار لحتى أتنقل منهم، في عندي بفكر لحالي. بس في أشخاص بيحبوا حدا يساعدهم، يأثر فيهم شوي، يأثر فيهم بموضوع معين. إذا أنا ماني مآمنة فيه فهذا مو يعني إنه هو خطأ أو صح صحيح. أو شيء. بس أنا حدا ما بدخل السوشيال ميديا على حياتي. يعني محمد هو شخص سؤالي كتير محمد شو بيعني لهيك لك؟ أنا ما بصور محمد هو رجل بيتعامل معي على أساس إنه أنا حق من حقوقي العمل، حق من حقوقي إني أنا أي شيء من طموحي يعني وصله، لا فضل ولا منية على أي شخص بالعالم إنه هو سمح لي. لأنه أنا مرة سمعت هاي الكلمة إنه جوزك سمح لك تشتغلي، يعني هو جزء، لو ما سمح لك أنت ما كنتي هلأ هون. بس لا هذا حق من حقوقي، وهو مآمن بهذا الحق لأنه هو رجل وليس يعني وليس ذكر. فهو مثل ما بيعرف إنه هو في أجزاء بحياته أنا ما بوقف عندها، لأنه هو كمان أنا بحترم هذا الشيء اللي هو مثلا بحب يعمله. يعني كتير بشع لما نحن بنكون كسيدات وكنساء نتعامل كمان مع رجالنا بطريقة إنه لا هذا ما بيصير تعمله، هذا بيأذي صورتي، هذا مدري إيش. لا أنا بحس إنه بشع هذا الشيء. فنحن متفقين على إنه الشيء اللي أنا عم بعمله نحن متشاركين طبعا. يعني هذا الشغل شراكة بيني وبينه، بالجزء يلي هو مطلوب منه هو بيعمله، بالجزء لأنه مطلوب. ولا مرة إجا قال لي أنتي مهمشتيني ما بطلع. طب ما هو شايف إنه البراند اللي عم بتديره هي ملكة، فيعني ليش كل شوي بدي أطلع إذا هو مو مطلوب مني إني أنا أكون موجود بالصورة تبع البراند. يعني في جزء منه وجزء كبير ملكة اللي عم تصنعه، أنا عم كون موجود ورا الكواليس. طبعا ما في حدا بيعمل شيء لحاله أكيد. يعني هذا محمد. أنا بالنسبة إلي كتير مبسوطة أنه نحن على السوشيال ميديا ما لنا أشخاص نستعرض عضلات علاقتنا الزوجية اللي هي بتطلع وبتنزل، لحتى ما نسبب إما إحراج لناس آخرين أو زعل أو إني أنا أكون عم دخل مثل ما قلت لك أسرتي على مكان أنا بحس إنه يعني إذا كل واحد حط إيده بهي العلاقة الزوجية أنا ما بعرف بيوم من الأيام وين بتوصل. لهيك أنا ما بفوته، بس هو موجود. أصلا حساب الانستغرام عندي وعنده يا جماعة. فهو أحيانا بيفتح وبيقرأ تعليقات وبيقول لي هذا ليش هيك كتب لك. يعني ما بصير إنه يعني بقول له في أشخاص عن جد بتكون شباب وبيكون مو لطيف بتعليقاته، فأنا دغري بفتح وبعمل له بلوك. أو إذا كان يعني بس إنه هذا مو لطيف يعني مو صح هيك يكتب لي، فبتعامل إنه هو كأن ما كتب، وهو أكيد إذا كان فهيم ما بيعود. كان سؤالي بالضبط شو بيعني لك؟ إلي أنا قلت لك أنا ما بجاوب هون شو بيعني لي محمد أبدا. بعرف إنك هيك سألتني تلاقيك جاوبتك إنه أنا ما بجاوب على السوشيال ميديا شو بيعني لي. أوكي. لأنه ما بحسه شيء بهم. شريكك. إيه هو شريك زوجي الحياة. وهذا الشيء خاص. نطلع ومننزل بعلاقتنا الزوجية مثل أي أشخاص، شيء طبيعي. هو شريكي في العمل. والشيء اللي أنا بشتغله ولا يوم حسسني إنه هو له سلطة أو منية أو إنه أنا سمحت لك أبدا. رغم إنه في نساء حسسوني إنه هو
بفضل عليكي إنه سامح لك طبعا، ولا مرة عمل هذا الشيء أبدا. كثير بحبه محمد، ايه عشان هيك عم محمد لا حاول دائما انه اجيبه بالموضوع. ومحمد كتير حدا يعني هو أصلا كتير مبسوط إنه نحنا كزوجين ما لنا موجودين على السوشيال ميديا. حلو. طبعا بأوقات طبعا لازم نكون موجودين كزوجين لحتى ما حدا يصطاد بالمي العكرة، فمن حين إلى الآخر بنكون تعرفوا موجودين. بالضبط ايه امتى ايه القلة بس كتير قليل، كثير حلو. مو أكتر من هيك. محمد حاولت انا والله. حبيبي هو طيب. كثير بحبه لمحمد انا والله، مشان والله ما هيك. في منه حمودة. طيب هلا بيقلي كيف تقولي لي؟ قلت لك نحن في عنا غير خطوط الموضوع، حمراء غير الموضوع. ايه يعني مثلا احيانا بكون عم صوره لإلنا عم بمزح معه مسحه وبقول له هلا بنشوف بقى شو بده يعلقوا. لا ملكه انت مستحيل يعني انا حتى ما بقدر طول بالمسحه انه ايه نزلتها لشو فيها. لا ما بقدر لانه انا بعرف انه هذا يعني خط احمر انك تنزلي مثلا اني انا كيف عملت هي القصه او كيف ضحكتك او كيف شو عملت للولاد او ابدا خط احمر ابدا. حياتنا الخاصة مره هاي. كنا بحفله اياد الرماوي ومحمد صوته حلو. ايه صوته حلو. حلو وانا صوتي حلو بس اوكي. صوته لمحمد احلى. ايه كنت عم صور ستوري وكان صوته بين بالباك كتير يعني كتير. قال لي انتي هي هذا الريل اكيد هذا الستوري اكيد ما حتنشريها لانه هو بالنسبه له ما في شيء اسمه نحن هلا قاعدين بهي القعده مو لحتى يسمعوا صوتي وصوتك، ممكن يسمعوا صوت اياد الرماوي الموسيقى مو لحتى يشوفوا التفاعل تبع ملكه ومحمد مع الايفنت يعني او مع الموسيقى. هذا الشيء كتير خاص. حلو ايه حلو طريقة الحمد لله. تفكيره. ايه الحمد لله. الحمد لله. المهم هلا خلينا نروح على الأسئلة العامة مم. يلي انت بحب اسمع وجهة نظرك ايه فيها كمان. شو أكتر شيء بتخافي منه؟ الفقدان فقط لا شيء. شي مرة تعرضتي للظلم بحياتك؟ مم. طبعا حابة تحكي شي قصة ولا لا خلاص بتكتفي لا لأنه بخاف هيك يعني إذا حكيت قصة لحالة قام يفكروا أصحاب القصة أو أشخاص تانيين ظلموني إنه أنا ماني ذاكرت لهم ظلمهم. فأنا هيك حابة كل الناس اللي ظالمتني يفكروا إنه هن إنه يفكروا هن قصتهم أهم أو ظلمهم أهم ظلم تعرضت له، خليهم هيك يعني. طبعا. طيب شو أكتر شيء أنت فخورة فيه بنفسك؟ إنه رغم كل هاد الظلم اللي ممكن في أشخاص صدروا لي إياه ورغم كل هذا التعب اللي تعبانته وعم بتعبه ورح أتعبه أنا وكل المسؤوليات اللي عن جد على عاتقي إني أنا ضل حاملتها، إني الحمد لله إلى الآن قدرانة أقول إنه بكرة إن شاء الله أحلى. حلو. الحمد لله. طيب احكي لي أكتر النعم اللي أنت بتحمدي ربك عليها كل يوم. أطفالي طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله إنه هن ما بيعانوا من من أي مرض. الحمد لله إن شاء الله هيك جميعا يعني ما يكون عنا أطفال موجوع قلبنا عليهم الحمد لله. وكل شيء عدا ذلك بيصير يعني بيعدي أكيد إن شاء الحمد الله. لله. طيب بما أنك جبت سيرة الأولاد، تخيلي مثلا بعد فترة طويلة الأولاد بيعرفوا إنه نحن صورنا حلقة سوا وبيعرفوا إنه في قسم لإلهم أنت بدك تحكي لهم إياه، نصيحة، رسالة، قصة. اعتبري هي الشيء بدك تحكيه هلا لأولادك للمستقبل، شو بدك تحكي لهم؟ يحافظوا على فطرتهم السليمة. والله هذا الشيء لأنه نحن كتير صعب إنه نحافظ على فطرتنا السليمة وسط كل هاي الأشياء المحيطة فينا. يعني فجأة بتلاقي حالك بدك تصير مغرور لأنه قالوا لك الغرور هو طريق إنك تبين قدام الناس إنك أنت ناجح، أو فجأة بيجوك من هونيك عالم تانيين بيقولوا لك إنك تكون شخص أجوبتك
وقحة، لأنه بهيك حالة أنت بتحافظ على نفسك من الآخرين. بنهاية المطاف تلاقي حالك شخص شرير، لأنه أقنعوك أنه الشر هو حل. فمع أنه لما بتحافظ على فطرتك أنت شخص بتصير محبوب ومريح، والناس بتكون مرتاحة وهي معك وآمنة على نفسها أنه هي معك. فالحمد لله يعني. الله على الكاميرا، وحكي رسالة هيك صغيرة لأولادك بالمستقبل. حسان ولا جبران، بحب لكم إنه أهم شي بهذا العالم إنكم تكونوا ناس تحبوا الآخرين، وأشخاص محافظين على الخير يلي جواتكم. حاولوا ما تخلوا أي شيء من وسخ هذه الحياة يكون عم بيأثر عليكم. بعض الأحيان بتحسوا حالكم مظلومين، ببعض الأحيان بتحسوا حالكم إنه في جزء جواتكم عم بيقاتل لحتى إنه هو ياخد حقه. بس تأكدوا إنه في أشياء مع الوقت رب العالمين بيرجع لكم حقها الضعاف مضاعفة. فإذا حسيتوا بلحظة أنكم خسرتوا جولة، تأكدوا في جولات لقدام أنتوا اللي حتربحوها. فحافظوا على فطرتكم السليمة. بس حلو. ولادك فخورين فيكي طبعا إن شاء الله. طيب، وهذا سؤال تخيلي وحابب انك تحكي لي بقلبك فيه. تخيلي انه قدرانين هلا نقعد مع ابوكي لمدة 5 دقائق بس. لطيف. ايه ده؟ مدة 5 دقائق، شو بدك والله ولا تحكي له؟ ثانية. شو بدك تحكي له؟ اوف لا، ابدا ما بجاوب على هذا السؤال، ما بقدر ابدا. ولا اي كلمة بتقولي له؟ يعني بتمنى هو يكون انه انا كتير بعتبر حالي كنت بنت بتعذب عكس ما هلا الناس بجوز تفكر. كنت عذب ماما وبابا كتير. هلا هن بيقولوا لي انه هلا مو هن، ماما هلا بتقلي انه لا والله انت ما كنتي تعذبي، بس انا كنت احس حالي بعذب. كنت فتاة مجادلة جدا يعني، وبابا كان قلبه دائما كبير ويفتح حوار من اليوم لبكرة. فبتمنى أنه هو يكون فخور فيي ويكون مبسوط، وهو بيعرف أكيد قديش في شغلات أنا ما بعملها بهاي الحياة، لأنه هو ما أنه موجود معي. بعرف أنه هو حيكون مو موافق عليها. فأنا لهلأ بحترم كل قراراته اللي كل نصايحه اللي كان يعطيني إياها. بس وعدي على اللي بعده. حاول يكون فرفوش السؤال. حاول جيب أشياء مفرفشة. طيب خلينا نطلع. أوكي، منيح ماني حاطة كيلو مكياج، كانوا شافوني الناس قبل وبعد. طيب أيوة. في شي حابة تحكي؟ لا تخول على سعد الصغير على أي حد يعني. أوكي، هلا في سؤال سريع وجواب سريع، شغلة بسيطة أيوة وحلوة لطيفة. فأنا السوشيال ميديا نعمة أو نقمة؟ ما في شيء أبيض كامل وأسود كامل، ما في شيء كامل، فما فيني أقول لك لا نعمة ولا نقمة. طيب شو أكتر شيء بيفرحك بحياتك؟ إني أرجع أجتمع أنا يعني أنا وأمي وأخواتي وولادي وخالاتي وعمتي وهيك عائلة، نعمل طلعة مشوار على أبو قبيس بحما. بس حلو. قلت لك رحني على شيء فرفش. أوكي لا هذا السؤال ما بعرف كيف إجا لهون. قلت لك روح على سعد الصغير، على عدوية، على أي حاجة. هذا السؤال ما بعرف كيف إجا لهون. أوكي، كذبة مريحة أو حقيقة مرة؟ ده لظبط السؤال براسي. كذبة مريحة أو حقيقة شبه؟ حقيقة مرة. حقيقة مرة يعني ليه لازم اختار؟ شو لا أنا بتفضلي؟ بحب الحقيقة طبعا، حتى لو كانت مرة حقيقة. طب شو بضحك حالي؟ طب صح. تسبحي مع التيار وتريحي راسك أما تكوني ضد التيار وتتعبي حالك؟ حسب.
إذا أنا التيار هذا الشيء اللي هو يعني قضية، طبعا بسبح ضده. ولو بدي تعب حالي شوف في شيء بيجي ببلاش؟ طبعا لا. طبعا لا. حلو. الحكمة ولا المال؟ طبعا الحكمة، لأنه هي ضالة المؤمن. حلو. يعني اللي بيملكها بيملك المال والسلطة وكل شيء. وراحة الحكمة. البال. أكيد الحكمة. تكوني حدا قوي مكروه أو ضعيف ومحبوب؟ إيه شو لا لا، قوي ومحبوب طبعا، وما ما رح جاوبك عن خب هيك على كيفك. قوي ومحبوب. في شغلات ما فيها خيار. قوي حلو. ومحبوب، وبرفض تكون ضعيف ومكروه أو قوي وما شو تانية. ضعيف ومحبوب أو قوي مكروه؟ ما شايف، ما بيهمني. قوي ومحبوب وبس. أوكي. بتعتبري حالك أنجح حدا بمجالك؟ ما في حدا أنجح حدا بمجاله. حلو الجواب. تقبلي الانتقاد؟ كتير اف. أنا اللي بصدق هذا، أنا مأكد القلب هالكلام. القلب الحنين. بتتقبلي نصيحة من حدا أقل منك خبرة بمجالك؟ أكيد إيه طبعا، بسمعها النصيحة وبعدين عن جد أسقطها على أنه هل حقيقة، حتى لو هو أقل مني بمجالي، بس يعني بجوز بهاي النصيحة هو أشطر مني طلع الزلمة. حلو. أنت حدا صريح بس مو وقح. شو حلو. ممكن تعتذري لو أخطأتي؟ حسب مني. إذا هذا الشخص أنا دائما مع الاعتذار، بس في أشخاص بيستغلوا اعتذارك لحتى يذبحوك بعد منه. فأنا مع هدول الأشخاص يعني بتمنى استخدم أي شيء لحتى أوصل لهم إنه في خطأ معين، ما عدا الاعتذار الصريح، لأنه بيكونوا أحيانا ناطرينه لحتى يذبحوك. ما بيفهموا إنه الاعتذار هو قوة، بيفهموه ضعف. فيعني هدول يعني ما لازم دائما نكون معهم مثاليين هدول الأشخاص. حلو. أنت حدا سعيد بحياتك؟ الحمد لله. الحمد لله. تحسي حالك حدا محظوظ؟ الحمد لله طبعا، الحمد لله. أي والله، الله ما أنعم علي. حلو. الحمد لله. طيب هلا بدي أحكي لك كلمة وبدي إياك توصفي لي إياها بجملة أو بكلمة أنت بالطريقة اللي أنت بتناسبك. شو بتعني لك كلمة الأمان؟ الأمان بجوز حدا يستغرب إني أرجع أعيش بالشام. شو بتعني لك كلمة الحب؟ الأسرة. شو بتعني لك كلمة الأمل؟ الأمل مستقبل. أطفال. وشو بتعني لك كلمة الراحة؟ الراحة العمل. شو بتعني لك كلمة الحزن؟ حزن الوحدة والفقد. شو بتعني لك كلمة الخوف؟ نفس الشيء، الوحدة والفقد بيخلوني أكون حزينة أو أكون خايفة. شو بتعني لك كلمة الشوق؟ يعني الأشخاص اللي ما عدنا نقدر نشوفهم وماتوا، هدول اللي بشتاق لهم كثير. صحيح. أما الأشخاص العايشين بحاول كل ما أشتاق لهم حاكيهم قد ما بقدر يعني. طبعا مو على طول تزبط معي، بكون فاضي أحيانا. طب خلينا نطلع من هذا الجو. وبشتاق لحالي، بشتاق لحالي من قبل طبعا. بشتاق لحالي لما كنت بالجامعة وبالشام. بشتاق لحالي لأنه رفقاتي هلا اللي عم بيشوفوا وعارفوا إنه في كتير شغلات هاي مو ملكة. أنا كلن هيك شخصيتين يعني أنا عندي شخصية كتير مجنونة وكتير روشة وكتير هيك. كانوا رفقاتي دائما إنه مستحيل إنه كنا نقعد بقعدة إلا ما أكون أنا الدينامو تبعها. في عندي شخصية تانية اللي يعني هلا اللي عم بيشوفوها الناس على الكاميرا، هديك الشخصية كتير هيك كمان بس للأصدقاء والرفقات والهي.
وكتير بنبسط إنه هي تكون واضحة على هدول. بحاول حتى هيك بكبحها لهي الشخصية إنه ما بلاحظ إنه دغري إذا بدها تطلع بيقلب المحتوى كوميدي أو بجوز يكون غليظ يعني ببعض الأحيان. المهم أنا أحيانًا باشتاق لهديك لإنه هديك ما عادت موجودة، لإنه رفقاتي مانن حواليّ وأهلي، يعني هي الشخصية أنا هيك باحسّها بتشبه جو معيّن أنا ماني عايشة فيه حاليًا، فباشتاق لها. حلو. بتصارحي كتير مع نفسك؟ قدر الإمكان يعني. يعني بتعرفي نفسك متل ما قُلت بالضبط، لك بتعرفي حقيقة مُرّة، شخصياتك. حقيقة مُرّة بس لازم أصدّقها. صحيح. ما أكذب على حالي. طيب أنتِ حدا محبوب من صناع المحتوى المشاهير؟ نتمنى ذلك، من هلأ المناح أنا الشي منّن اللي طبعًا. باعرفه والشي اللي أنا باشوفه أنتِ محبوبة من هي أي إيه. الأشخاص، صحيح؟ من أي صانع محتوى، من أي إن يوتيوبر، شاء من الله يا أي رب حدا الأشخاص مشهور؟ المناح يكونوا بيحبونا. أشخاص مو أشخاص يلّي ما بيشبهونا ما في مشكلة لا يحبونا ولا يكرهونا. فأنا حابب تحكي لي مين أكتر الأشخاص المشهورة أو صناع المحتوى أو اليوتيوبر يلّي أنتِ بتحبيهم؟ حُط على إيدك. يالّا بسم الله. أنا كتير باحب ديالا ووارف اهم. جدًا. أنا باحطّن هيك وباسرُد وأنا عم باكل، نحن قاعدين بالبيت يعني، وهيك باقعد باعلّق لهم متل عن جد إنّي fans يعني. كتير بيعيشوني جو الشام أنا باحسّهم مؤثّرين كمان بإنه هنّن عم بيحاولوا قد ما بيقدروا، خاصةً هاي السلسلة اللي عملها وارف لمّا مثلًا إنه يوم كامل كحفّار قبور أو يوم كامل آه. كعامل بناء، فيورجيك قديش بياخُد عامل البناء، قديش بيتعذّب ليحصل على عمله، وقديش ممكن يمر أيام واقف بمكان بحر الشمس وما عم يجي واحد لياخده، وبالأخير يوميته وكم ألف ليرة ما بتسدله. يعني إذا اشتغل يوم ما بتسده لهذا اليوم أكله وشرب، كيف في أيام تمرق وما صعبة. بيشتغل كتير يعني. أو يوم عامل نظافة كانت حلقة، يعني أنا صرت أبكي قديش عن جد ورجونا قديش عامل النظافة لازم يكون نحن دائما عم نحترمه، هو طبعًا. عامل نظافة ما اسمه شي تاني، وحتى ما أحكيها للكلمة. الحمد لله إنه أنا من قبل ماما بحياتها ما كانت تخلّينا إنه نحكي هاي الكلمة قد ما كانوا بيقولوها بالشام. هو اسمه عامل نظافة، يعني هو يعني عم ينضّفنا، عم ينضّف وإلا كنا قعدنا بال بالوسخ يعني. المهم فكتير حلو هذا المحتوى تبعهم، يعني كل الاحترام. إذا بدنا نحكي أنا باحب لميا التطري، اهم. يعني والله يعني بتعمل محتوى جدًا جميل، بتحسسني إنه أي شي أنا هلأ عم حاول إني أنا أعمل متلها وشوي نظّم حياتي، يعني من قلبي متمنية مناضلة وبطلة هي السيدة. آآ ماريون اهم. ضياء باعرفها طبعًا يعني. فظيع، المحتوى اللي بتعمله جميل جدًا. سيدة يعني عم بتحاول تنشر وعي صحيح. كتير حلو. بشر اهم. ومو لإنه صديق. بشر أنا باعتبره يعني فخر الصناعة السورية، هيك دائمًا حلو. باقول له. يا رب ما يعني هدول هلأ اللي خطروا ببالي، يعني هيك أنت سؤالك كان سريع. يعني ما بس مع كامل الاحترام كل حدا يعني بيعرف من رفقاتي اللي أنا رولا علوش، موضوع التغذية، وتالا نسيت هي بكندا، اهم. وموضوع الأمومة عندي سيدتين إيمان بطيخة وولاء دركال، يعني كمان جدًا أنا عم أقول الأسماء في لإنه أنا هدول أصدقائي عن جد اهم. يعني. فلهيك بيأثروا فيكِ. لأ أسمائهم دائمًا عالقة بذهني، بس في أشخاص والله يعني أصلًا أنا لمّا باعلّق أي تعليق أو باعمل لايك عن جد من قلبي باكون عم باعمله. شو حلو. ف بس هيك يعني هدول. أمّا إذا بدك تقول لي بعالم الطهي اهم. فأورفلي. أوكي. إيه أورفلي يعني. فبتخيّلوا والشيف محمد خالدي كمان اهم. موجود بمصر، كمان يعني
بصراحة الأسماء اللي أنت عم تحكي نبيل عنهم عطار، في أشخاص بجوز تكون مو معروفة مهم. بس أنا بحسهم بدي أعمل سيرش عنهم بصراحة بعد ما والله. بدي أشوفهم شو بيعملوا إنه إيه، وفي سيدة كمان نسيت اسمها، هي عايشة بملقا، يا الله لك اسمها براسي، كمان بتشتغل مونة وهيك أشياء، وعندها مطعم صغير وعندها منزل صغير تستقبل فيه الأشخاص وبتطبخ لهم يعني بتقدر تعيش عندها، يعني مثل حلو. فندق صغير، يعني هو مو يعني هو بيت صغير عاملة قسم منه لإلها وقسم لتستقبل الزوار. هي كتير حلوة يعني بملقا أعتقد، مهم. هيك بعتقد والله العظيم نسيت. كل سنة بقول يا رب يكون عندي وقت وروح لعندها. والله إذا اسمه عن جد طار من بالي، شفيقة. yeah. إيه ست أوكي. شفيقة. أنا كتير بحس إنه السوشيال ميديا في أشخاص ظالمتهم لازم يكونوا معروفين ونستلهم من تجاربهم ومن قصصهم، وفي أشخاص للأسف يعني تبا للسوشيال ميديا التي عرفتنا عليهم. يعني ولكن دائما ما فيك تكون عم تختار جو كامل 100% صحيح وصحي، يعني أكيد بده يكون في أشخاص مؤثرين بطريقة سيئة يعني، وبيصفى لحتى يبينوا نحن الأشخاص نكون المؤثرين عنا بطريقة ميزان جيدة وبوصلة صحيحة. دائما موجود. يعني الأرقام بتحكي كتير. يعني إن شاء الله ما أكون نسيت حدا هلأ صار هيك لا لا لا. براسي، بس هدول يعني يمكن يلي بحتاجهم بشكل يومي كتير حقيقة. حلو كتير حلو كتير حلو. بحتاجهم بشكل يومي. طب خلصنا، خلصت الأسئلة، خلصت المواضيع، كنت حابب أسمع منك. أكيد في شيء كتير بجوز بالمستقبل نرجع نصور حلقة جديدة ثانية مع بعض، بجوز كتير فترة. أنا وصلتني والله على الإنبوكس عندي أسئلة. ما هلا حنعملهم إيه. حينزلوا وحدهم هدول آه. منفصلين، بس الحلقة فعليا بهي المواضيع الثقيلة اللي أنت حكيتي فيها بهي طريقة التفكير تبعك، بحس إنه لازم يكونوا هيك لوحدهم، الواحد يقعد يتفرج عليهم، يسمع، إن شاء الله أكون عم فيد يشوف ردة حدا، الفعل. يكون هيك دمي خفيف على الناس وهيك. نحن آسفين البودكاست بيكون طويل طبيعي صدقيني يعني. كل العالم بيكتبوا لي بالتعليقات إنه إحنا ما حسينا بالساعة إن أو شاء ساعة الله يا ونص رب، اللي شفناها. لأنه أنا البودكاست اللي بحضره وهيك وأنا فنجان تبع 8 اها. هيك بحضره مواضيع وهيك طويلة يعني بس بكون مسترسلة يعني وبكون مرتاحة، فإن شاء الله يكونوا الناس عم يحضرونا مثل ما أنا بحضر وفي كتير فنجان. عالم بتحبك، إن شاء الله يا رب. حتقعد إن تسمعك شاء الله. بمحبة كمان. إن شاء الله اللي يحبونا بنحبهم واللي ما بيحبونا إن شاء الله بنحبه. بيوم بيحبونا. بس نحن طبعا بنحب كل الكل. أنا بتقبل إنه أي حدا يقول لي رأيه أو حتى إذا قال لي أنا سبحان الله ما تقطع، اها. ما مطلوب مني كل الناس تحبني، وما أنا ما بقدر أحب كل العالم وما كل شو العالم حلو. تقدر تحبني، يعني هذا التقبل يعني. هي حابة تحكي شيء أنا ما سألتك عنه، رسالة، نصيحة، أي شيء، أي شيء ببالك هلا إيه نصيحة واحدة. احكي لي. أنا لما بلشت من المطبخ في كلمة كتير كانوا يقولوها الناس، إنه إذا بتكون دارسة ومتعلمة ليش عم تعبي حالك؟ إيه أنتي بالأخير نهايتك على المطبخ، وهالشهادة حتتعلق بالمطبخ، من باب إنه نحن المطبخ هو مقبرة للسيدات. اها. فلهيك قررت من هذا المكان اللي هو يعتبر مكان منزت فيه شهاداتنا كبيرة، من هذا المكان طلع شيء قد يكون مبهر أكثر من كثير أشخاص، أو يوصل رسالة مهمة أكثر من أشخاص حاملين شهادات وقبل اسمهم في ألف نقطة أو دال نقطة، أستاذ أو دكتور. فكمان لأي سيدة ما عندها هاي الميزات قبل اسمها تقدر من اسمها من أشياء بسيطة هي معتبرتها بسيطة، سواء كانت طاهية أو سواء كانت رسامة أو سواء كانت تشتغل صوف، تقدر تعمل من اسمها لحالها براند واسم يوصل فيها لأماكن مستحيل تكون فكرتها من قبل. فما تفكروا دائما إنه لازم يكون في ألقاب قبل أساميكم، اسمكم هو لحاله اللقب. أنا كتير انبسطت بالحلقة، أنا أنا كمان. كتير استمتعت. أنا كمان. الحمد لله حكيتي لي بقلبك، حكيتي لك ارتحتي، حسيتي حالك مرتاحة. الحمد لله على طول مرتاحة. الحمد لله. وهيك
حاول على طول حكيتي ضل كل اللي مرتاحة. بقلبك وحسيتي حالك فعليا حكيتي الشيء اللي انت ما قدرتي تحكيه باي مكان تاني؟ إيه، لإنه أنا حدا يعني بخاف أحكي كتير، يعني أثمن صراحةً وقت الآخرين، وبخاف أحيانًا أحكي. أنا كتير باتطلّع على لمّا باحكي story على أول story كم حدا عم بيشوفها، وآخر story كم حدا شافها. لمّا بيكون الموضوع مثلًا شافوها 10,000 لأول وحدة، وتاني وحدة وصلت لل8500، والله أنا بازعل. في 1500 شخص عملوا skip. بس في 2500 ضلوا شايفين. أنا بدي أحاول كون أقل، أنا بدي ضل إنه لسه 9 وشوي، اوكي، تكون نسب 9500، قليله. اوكي، يعني ضل عم بقرا إنه ليه؟ لإنه أنا باحب إنه وقت الآخرين هذا كتير شي مهم. فإذا أنا في 1500 معناتها في 8500 قد يكونوا كانوا حابين يعملوا skip، أو اللي هو يعني أنا باحاول ما أكون عم باحكي قرقرة، ما باكون باحاول ما أحكي شي ما له طعمة بالنسبة للآخرين. مثلًا فقت الصبح وأنا اليوم أنا ما باحب، أنا كتير بعرفك يعني. أقدّر وأحترم وقت الآخرين، وباحاول إني أنا عن جد إما أصدّر شي مفيد لإلن. أحيانًا حتى لو كان مشاعر، قد تكون مشاعر مثلًا تعبانة أو مشاعر بس حقيقية لازم أورجيهم إياها مشان اللي عم بتبلش business تعرف إنه أنا إذا بدها تضل عم تشوف الإيجابي وهي تمر بالسلبي حتفكر حالها لحالها بالسلبي. فلازم ورجيها إنه أنا عم بتعب، في أيام عم كون تعبانة، في أيام عم بيكون عندي كتير مشاكل بالمطبخ، فلازم شاركها هي الأشياء، مو من باب نشر السلبية، أعوذ بالله، من باب نشر الحقيقة حتى وإن كانت مرة. ما يفكروا حالهم لوحدهم هن عم بتصير تمام عندهم تمام. مشاكل. شكرا ملكة، شكرا شكرا كثير فراس. لك. بتخيل هاي الحلقة حتكون جدا ممتعة، إن شاء حتى أنا الله. حروق على أنا وعم إن بعمل شاء الله. المونتاج. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير.